سلام ومحبة. رمضان كريم وكل عام وانتو بألف خير. رمضان شهر العبادة والتقرب إلى الله، هو شهر التخلي عن عاداتنا اليومية واللجوء إلى الله بالصيام والقيام، وهذا هو الوقت المناسب حتى نبدأ برحلة داخل الجسد. تأمل اليوم حبيت أستفيد من طاقة هالشهر الكريم لنحصل على أعلى فايدة، ورح نطبقها في لحظات الدخول في النوم حتى تكون وسيلة للتعبد والنوم الصحي، وطريقة لطيفة لنختم يومنا ونعيد تنظيم جسدنا وعقلنا وروحنا. الجسم فيه 7 مراكز طاقة أساسية، وهي مصفوفة بخط مستقيم من أعلى الرأس حتى أسفل العمود الفقري، وكل مركز اسمه شاكرا، وهي عبارة عن عجلات أو دوائر ربنا صممها لتنظيم وتوزيع الطاقة الحيوية لكل أعضاء الجسم. في الحياة بنتعرض لمواقف صعبة، وهالمواقف ممكن تكون أكبر من قدرتنا على استيعابها، بتخلينا ندخل بدوامة مشاعر سلبية وأحزان، وبتتراكم وبتؤدي لانسداد في الشاكرات، وهذا بيمنع إنه توصل الطاقة الكافية للإنسان. وحتى يتخلص منه الجسم تظهر على شكل أمراض أو اضطرابات نفسية حتى يعالج الإنسان ليعيش ويكمل حياته. التأمل بيكون بالتنفس الواعي على كل شاكرا، لأنه مجرد تركيز الوعي عليها بيجعلها تنشط وتقوم بوظيفتها في مد الجسم بالحيوية والقدرة على الشفاء. مع تنشيطها باسم الله الحسنى المناسب لكل منطقة في الجسم، مع توكيد أيضا بالعبارة المناسبة لكل شاكرا. وهلأ رح نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الجلسة رح تكون قبل النوم، والأفضل نطبقها ونحن جالسين على السرير، واللي بيرغب إنه يتمدد ممكن يتمدد. المهم الجسم يكون مرتاح ويكون صدرنا مفتوح للأعلى في حال كنا متمددين على السرير. نغمض العيون ونبدأ بالتنفس اللطيف والمريح. نسمح لأنفاسنا بالتدفق بحرية ودون إصدار أحكام. نشعر بهواء الغرفة على الجسم، هل هو بارد؟ هل هو ساخن؟ ناخد نفس عميق شهيق، مع الزفير بنشعر بالاسترخاء. بنشعر كيف البطن عم ترتفع بالشهيق، ومع الزفير عم تنخمص البطن للداخل. بندخل في حالة هدوء. أي جزء من تفكيرنا لسه عالق بمكان، يمكن بالبيت مع الولاد، يمكن بالشغل، بالمطبخ، بنطلب منه الحضور هنا والآن. ممكن هالجزء من جسمنا عم يشعر بالتوتر في البداية، ولكن هالشعور يكون معه بنفس الوقت القدرة على التحرر من هالمشاعر وتبديلها للسكون. الآن بنبدأ بأول شاكرا أسفل العمود الفقري، منطقة العجز اسمها شاكرا الجزر، لونها أحمر متوهج. هي مسؤولة عن مشاعر الانتماء، مشاعر الخوف، عدم الأمان، الخوف على المال، على الاستقرار والرفاهية. بعض المشاكل الصحية في شاكرا الجزر ممكن تكون ألم بالعمود الفقري، التهاب المفاصل، الركب، العضلات،
عرق النساء وغيرها. هذا دليل على أن الشاكرا مسدودة. الآن بنركز وعينا العلاجي على أسفل الظهر، منطقة العجز. نتنفس على شاكرا العجز، شهيق طويل، زفير. نشعر وكأنه جذور ممتدة من أسفل الظهر عم تتوسع بلطف لتتصل بالأرض وتحصل منها على الثبات والاستقرار. نتخيل اللون الأحمر عم بيغذي أسفل الظهر. ناخد نفس عميق ونحن عم نسحب مع الشهيق النور الشافي ومع الزفير، نتخلص من أي قلق أو غضب أو استياء بداخلنا. نطلب الطاقة من الله. بسم الله المؤمن. اللهم أنت أمني وأماني وملجئي عند خوفي وضعفي. أسألك بجودك وكرمك أن تثبت إيماني وتقويني على الطاعة والصبر، وتجعلني من المؤمنين الذين يعيشون بإحسان ويتوكلون عليك في كل أمر. ناخد شهيق عميق على شاكرا الجزر، زفير. بسم الله القوي. اللهم يا قوي يا عزيز، أسألك بقوتك وعظمتك أن تمنحني القوة والثبات في كل أمور حياتي، وأن تحميني من كل سوء ومكروه، وأن تجعل لي في كل أمر سهلا وتيسيرا، وتزيدني من فضلك ورحمتك. بنردد العبارة المختصة للشاكرا بصوت داخلي أو بهمس. أنا في أمان، أنا في أمان، أنا في أمان. ناخد شهيق عميق باللون الأحمر، زفير. نشعر بالدفء والثبات واللطف، ونتخيل شاكرا الجزر عم تدور وتتحرك، لأن طاقة الحياة الآن عم تتدفق فيها بكل لطف. ننتقل بوعينا لأسفل البطن، شاكرا الجنس. اللون المختص فيها هو البرتقالي، وهي مركز لتغذية العواطف والمتعة والإبداع. ضعف الشاكرا من الناحية الشعورية بتتجلى في مشاعر تقدير الذات، تحديدا تقدير الذات حول المتعة أو المشاعر الذنب والعار. وضعف الشاكرا يسبب أمراض، منها مشاكل جنسية، التهاب المثانة، المسالك البولية، مشاكل الرحم، وضعف الإباضة أو العقم عند الرجال، وغيرها من الأمراض. الآن بنركز انتباهنا على الشاكرا أسفل البطن. ناخد شهيق طويل ومنشحق النور والطاقة الصافية، ومع الزفير نشعر بخروج ألم الخيانة أو الحسد. نتخيل اللون البرتقالي مع الشهيق المنعش. مع الزفير نشعر عم تتحرك الطاقة. شهيق طويل عميق، زفير. بسم الله العزيز. أسألك اللهم قلبا عزيزا مليئا بالحب والسلام.
بسم الله الحي. اللهم أحيي كل خلية في جسدي بالصحة والعافية. بنقول بصوت داخلي أو بهمس: أنا واعي برغباتي. أنا أحتضن رغباتي. هدفي الشعور بالراحة. أنا واعي برغباتي. أنا أحتضن رغباتي. هدفي الشعور بالراحة. نشعر الآن بالشاكرا وهي عم بتدور بشكل أسرع باللون البرتقالي المشع بالحياة. الآن ننقل وعينا للشاكرا الثالثة الضفيرة الشمسية. اللون الخاص فيها الأصفر. موقعها فوق السرة ب1 سنتي، منطقة البطن. المركز مرتبط بالعلاقات، مشاعر الغضب، الكره، القلق، اللوم، الحساسية من النقد. أي انسداد في هالشاكرا غالبا يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، مرض السكري، القرحة، الكبد. الآن بنركز انتباهنا على الشاكرا، بناخد أنفاس عميقة بهدوء شهيق بلون أصفر متوهج، وبنشعر بالتوسع. زفير شهيق باللون الأصفر. زفير نطرد أي حكم على النفس أو على الآخرين أو أي طاقة عدوانية، نسمح لها بالمرور بكل حب. ناخد شهيق طويل عميق. زفير. بسم الله الغني أسألك اللهم أن تجعلني غنيا بقربي منك وشكري وامتناني لك. يا غني بيدك ملكوت السماوات والأرض. أسألك من فضلك وكرمك أن تمنحني الرزق الوفير، واجعل الغنى في قلبي بذكرك وطاعتك. بسم الله الصمد. أسألك يا الله أن تجعلني أصمد بك دون غيرك في كل أمور حياتي. بسم الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. ناخد شهيق طويل عميق. زفير. منردد صوت خافت: أنا أكون قادر على إحداث تغييرات إيجابية في حياتي. أنا أكون قادر على إحداث تغييرات إيجابية في حياتي. نشعر بتوهج اللون الأصفر عم يتوسع ويتكثف ويعطينا الثقة بالنفس، ويجعل هالشاكرا تدور بشكل أسرع وتسحب كل شد وألم بمنطقة البطن، وتعطينا إحساس اللطف والتوازن بجسمنا بشكل عميق، ونحن في السرير عم نغوص في بحر من الاسترخاء والهدوء والراحة. المركز الرابع الآن شاكرا القلب. موقعه في منتصف الصدر. لون الشاكرا الأخضر الزمردي، وهي بتمثل القدرة على العطف والحب. الخلل بيكون فيها يكون الإنسان قاسي القلب،
بيحب التملك، كسول، يشعر بالحزن وزيادة نشاطه. الشخص بيتجاهل احتياجاته وبيوضع الآخرين في المقام الأول بحياته. المشاكل الصحية في حال وجود خلل بهالشاكرا بتكون بأمراض القلب والربو، أمراض الرئة وغيرها. بنركز وعينا الآن على منطقة القلب. ناخد شهيق عميق، زفير، نكرر شهيق ونحن عم نحرر أي مشاعر سلبية ونتخلص من أي مشاعر محزنة، أذى في الماضي. زفير، نشعر بالأنفاس عم تتدفق بالزفير. بسم الله السلام، سلام على قلبي وروحي وأبنائي وعلاقاتي ومالي، سلام على كل أمور حياتي. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الواسع، إلهي أسألك أن تجعل قلبي واسعا بحبك. افتح لي أبواب رحمتك في هذه الأيام المباركة، وارزقني الإيمان والإخلاص في القول والعمل، واجعلني من عبادك الصالحين الساعين لرضاك وبلوغ جنات القربات يا واسع العطاء والمغفرة. نردد صوت داخلي: أنا أكون الحب. أنا مستعد أن أعطي الحب لنفسي وللآخرين. أنا أكون الحب. أنا مستعد أن أعطي الحب لنفسي وللآخرين. نتنفس على شاكرة القلب ومنشعر وهي عم بتدور بشكل أسرع وعم تردد الحب والطهارة والانسجام مع الطاقات السفلية، وهي عم تتحرك وبتسمح بمرور الحياة والنشاط لهم. نمشي بوعينا الآن لمنطقة الحلق، الشاكرا الخامسة، بتتوهج باللون الأزرق. مجرد التركيز على الشاكرا بيبدأ الطاقة تتحرك فيها. الشاكرا جزء متعلق بالوعي الروحي بهالمنطقة. ضعفه بيكون الشخص غير قادر على التعبير، بيكون عنده خجل، تلعثم في الكلام والكذب. الأمراض بتكون فيها باضطرابات في الغدة الدرقية، التهابات الحنجرة والأذن وغيرها. نركز انتباهنا الآن على منطقة الحنجرة. ناخد شهيق باللون الأزرق، ومع الزفير نشعر وكأنه التوتر في عضلات الحنجرة عم يدوب ويتفكك. شهيق على شاكرا الحلق مع ابتسامة لطيفة، ومع الزفير نشعر اللون الأزرق أصبح أكثر صفاء ونقاء. نشعر بجسدنا عم يغوص بشكل أعمق في السرير، والبطانيات حولنا عم تهدي جسمنا وروحنا عم تكون أقوى. شهيق على شاكرا الحلق، زفير. بسم الله العليم، إلهي أسألك علما ينير قلبي ويطلق لساني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم باسمك العليم اجعل علمك الواسع نورا ينير دربي إلى طريق الحق والصواب. بسم الله الحكيم، اللهم ألهمني الحكمة لفهم ما يجري في حياتي
بأن أقبل بقضائك وقدرك بنفس راضية مطمئنة، وتكون فرصة لي للنمو والتطور. أسألك أن تهب لي حكمة تزيدني نفعا ونورا لي ولأهلي ولكل من حولي. الآن نردد بهدوء وبصوت خافت ونية صادقة: أنا أكون صادق وأسمح لنفسي بقول الحقيقة. أنا أكون صادق وأسمح لنفسي بقول الحقيقة. نشعر شاكرا الحلق عم تتوهج وتصير أكثر إشراق، عم تدور بشكل أسرع. ممتاز. الآن ننتقل للشاكرا السادسة اللي هي في منتصف الجبهة بين الحاجبين، شاكرا العين الثالثة، شاكرا أجنة. شاكرا أجنة لون نيلي مخملي مثل لون سماء الليل. ترتبط هالشاكرا بالحدس والحكمة والخيال. نركز انتباهنا على شاكرا أجنة. الخلل فيها بيكون برفض الأمور الروحية، والإنسان بيكون عايش في الوهم وعم يركض وراء السراب. والمشاكل الصحية في حال وجود خلل بشاكرا أجنة بيكون الصداع، الشقيقة، القلق، تشوش الفكر. الآن بنركز على نقطة مضيئة بين الحاجبين. بناخد شهيق بلون أزرق مخملي ونجلب الطاقة والتوسع حتى نكون قادرين على الاتصال بحدثنا بكل وضوح. زفير. شهيق على شاكرا أجنة، بنسحب النور المتوهج. زفير لكل الآلام، الصداع والشقيقة. بسم الله البصير. اللهم إني أسألك أن تنير بصيرتي وأن تخرجني من الظلمات إلى النور، لأختار كل ما فيه نفع وسلام لي وللآخرين. ارزقني النظر بعيون البصيرة التي ترى الخير في كل الأشياء. ارزقني الهداية والفطرة السليمة التي توجهني إلى طريق الخير والنجاح. بسم الله الشهيد. إلهي اجعلني شهيدا على عظمة خلقك، وشهيدا على ما فيه خير وصلاح لي في حياتي. إلهي يا من تشهد كل شيء وتعلم كل خفي، أدعوك باسمك الشهيد أن تكشف عني الغمام وتنير لي الدروب، وأن تكون لي شفيعا يوم القيامة وليس علي شهيدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. الآن نردد بنفسنا: أنا أعلم بأن حدسي هو قوتي. أنا أعلم بأن حدسي هو قوتي. أنا أعلم بأن حدسي هو قوتي. شهيق على شاكرا أجنة، ونحن عم نشوف النور اللي عم يتوسع ويعطينا إحساس بالدفء. زفير، ونحن عم نشعر بالنعاس والرغبة في النوم العميق. ننتقل الآن للشاكرا السابعة والأخيرة، شاكرا التاج، أعلى الرأس مثل الهالة المتوهجة باللون البنفسجي. شاكرا التاج هي مركز الإلهام والحكمة
والاتصال مع الله، وهي مرتبطة بكل مراكز الطاقة، ويمكن أن تأثر على جهازنا العصبي. الخلل بشكل التاج بيؤدي لانفصال روحي، والإنسان بيكون متعلق بالدنيا، عنده شعور بالملل والوحدة وعدم وجود هدف في الحياة. الأمراض اللي ممكن يتعرض لها الإنسان في حال وجود خلل بشاكرا التاج هو الزهايمر، أمراض نفسية، الانفصال عن طاقة الله. الآن نتنفس على شاكرا التاج، شهيق، نشعر شاكرا التاج عم تتوسع باللون البنفسجي الغني، زفير، وهي عم تمرر الطاقة للشاكرات الأدنى. ناخد شهيق ونحن عم نسحب النور والوحدة مع الله، زفير طويل عميق. بسم الله الأعلى، بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي وأخسئ شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى. أسألك إلهي أن ترفع شأني في الدنيا والآخرة بقربي منك، وأن تزيدني علوا في الخير والنفع لي وللآخرين. شهيق طويل على شاكرا التاج، زفير. بسم الله الفتاح، اللهم افتح لي أبواب رحمتك وعفوك لكل ما سببته لنفسي ولغيري من حزن وألم، بعلمي أو دون علمي، وأن تملأ قلبي بالحب والنور. منردد بصوت خفي: أنا أكون متصل مع الحب الإلهي في كل حركاتي وسكناتي. أنا أكون متصل مع الحب الإلهي في كل حركاتي وسكناتي. أنا أكون متصل مع الحب الإلهي في كل حركاتي وسكناتي. نشعر الآن شاكرا التاج عم تتفتح وتتوسع وتسحب الطاقات الإلهية وتمررها للشاكرات السفلية. الآن مراكز الطاقة صارت في توازن، الشاكرات العلوية المتحكمة بالعقل مع السفلية المتحكمة بالغرائز، وشاكرا القلب عم توازن بين عقلنا وروحنا، مع الشهيق بالحب والزفير الشعور بالبهجة. الشهيق بتمرير النفس على الجسم كله من الأعلى، ونحن عم نمر بالعمود الفقري إلى الأسفل. شهيق على الجسم كله، زفير من الأعلى إلى الأسفل وبالعكس. هيك بنكون عم نعمل مسح طاقي على الجسم كله بتناغم وانسجام، ومنستمتع بأحاسيس الكمال والسلام، وتصبحون على خير، على نور وحب وسلام.